السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ميل بوكس. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص بالبريد الالكتروني. لو عندك اكتر من بريد الكتروني بيجيلك عليه رسائل الكترونية زي الجيميل، زي الاوتلوك، زي الياهو، بتجيلك في كذا مكان. فمن خلال التطبيق ده بتقدر ان انت تجمع كل البريد الالكتروني يجيلك في مكان واحد بس. من خلال التطبيق ان انت تفتح التطبيق تلاقي كل البريد الالكتروني اللي مبعوت لك على الياهو او الاوتلوك او او الجيميل، كله جاي لك على التطبيق ده. وده عن بقى ان انت تفتح اكتر من تطبيق وتبقى محمله وتقعد تدخل في تطبيقات والكلام ده كله. التطبيق ده طبعا بيكون تطبيق مؤمن، بيكون مقفول بباسورد، مقفول ببصمة صباعك وبالصورة بتاعتك الشخصية او ببصمة وجهك، بحيث ان هو يقدر يكون مأمن ان محدش يقدر يفتح تليفونك او يفتح الايميلات اللي بتجيلك غيرك انت بس. طبعا التطبيق ده هيكون كويس جدا مع الناس اللي هم كل تعاملاتهم على النت وعلى البريد الالكتروني، ورجال الاعمال والناس اللي شغالين في البنوك والكلام ده كله. هيكون معاهم كويس جدا التطبيق ده. مشكلة التطبيق ده ان هو بيتضمن اعلانات كتيرة. دي اول حاجة. طبعا التطبيق مش بيكون باللغة العربية، بيكون باللغة الانجليزية. ما بينزلوش تحديثات بانتظام. وبس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.